الرحيم. ما انا ده عامله زي اوتو كيو كده، بقرا منه الحاجه يا عم. لا اهو عامل ده اوتو كيو كده اشتغل منه. بسم الله الرحمن الرحيم. شتينا وخرجت مصر من البطوله العربيه اللي مش عارفين احنا رحناها ليه اصلا. اي اتحاد كوره بتاع اي دوله لما بيجي يعمل فريق رديف او المنتخب به زي ما بيتسمى في بعض الاوقات، الغرض من الموضوع كله هو تاهيل وتحضير شويه لعيبه تنفع تلعب في الفريق الاول، المنتخب الاساسي يعني. وبيكون منتخب ما عندوش حاجه يبكي عليها، بيتعامل معامله الاهلي كده لكاس عاصمه مصر كده. بتحضر شويه لعيبه لغايه ما الاساسيين يرجعوا وتشوف هتقدر تطعم الفريق من العيال دي بمين. وما بيبقاش مطلوب من المنتخب ده حاجه، يعني مش مطلوب منهم غير ان احنا بس ما نتهزقش، ما نخرجش بفضيحه، ما نشيلش جامد. عشان كده لازم التوليفه تبقى صح وتكون عباره عن ناشئ واعد ايا كان بقى، بيلعب في نادي كبير ولا نادي صغير، وتبدا تديله فرصه بقى كده عشان عظمه ينشف بحيث يقدر يلعب على مستوى المنتخب الاول، زي مثلا حمزه عبد الكريم، بلال عطيه، محمد السيد، عمر سيد معوض. ونفس الوقت يبقى معاه لعيب خبره يقدر يفيده وينقل له خبرته الدوليه، حتى ولو كان اللعيب الخبره ده بيشطب، بس يعدل الكفه. لاعب تاريخه الدولي الكافي يرشحه انه يبقى كابتن من كباتن الفرقه على شويه الشباب اللي انت جايبهم دول، يتعلموا منهم ويعيشوهم الاجواء الدوليه دي، وينقلوا لهم خبرتهم وينقلوا لهم خبرتهم وينقلوا لهم خبرتهم وينقلوا اليهم خبرتهم. حلوه كده؟ مش عارف اقولها، مش هتطلع زي النني والسوليه عبد الله السعيد. مش عارف ما جاش عبد الله السعيد ليه بجمله. لكن ايه الجدوى ان انا اضم لاعب عدى ال30 وهو تاريخه الدولي كله لا يتخطى الماتشين الدوليين، وفي منهم كمان لعيبه ما لعبوش ولا ماتش دولي؟ هيضيف ايه للعيبه الصغيره اللي انت جايبها؟ ده اذا اصلا كنت جايب لعيبه صغيره، يعني لو مشينا ورا الخطه اللي انا قايلها دي، ولا هو نفسه انت منتظر منه ايه؟ اللعيب اللي عدى ال30 ده وتاريخه كله ما حققش اي حاجه دوليه. والتحقيق هنا مش بمعنى انه يكون خد كاس العالم او خد 3 افريقيا ولا لا، بس شارك في مباريات دوليه يقدر بقى ينقل خبرته للعيبه الصغيره. كمان هو نفسه بيبقى غير مقنع للاعيب الناشئ اللي انت جايبه، ده ساعات ممكن اللاعب الناشئ نفسه بيبقى شايف نفسه اعلى منه. للاسف كل ده ما اتعملش حسابه، والمنتخب اتكون بطريقه عشوائيه غريبه عجيبه، لكن مش غريبه عجيبه علينا. والمحصله زي ما انت شايف اهو، فريق مهلهل، لعيبه كبيره في السن وفي عينها رهبه بتشوفها في اللعيبه الناشئين. ما هي الاجواء دي جديده عليه، هو عدى ال30 لكن عمره ما لعب في استاد نضيف كده، ده عمره ما ركب طياره. يا راجل ده انا هتنقط يا راجل. ده احنا عدى علينا في الاجيال شويه ناشئين كنت ما بتشوفش في عينهم الرهبه دي بكتر ما هم احتكوا من وهم في فريق 16 سنه وفريق 17 فريق شباب. من كتر الاحتكاكات دي لما بييجوا يلعبوا على مستوى الفريق الاول ما بيبقاش في عينهم الرهبه اللي انا شفتها في بعض اللعيبه اللي عدت ال30 دي. للاسف تم التعامل مع البطولة بنفس طريقة الفهلوة المعتادة، وهو ايه بقى؟ ولا بقول لك ايه، في بطولة عربية عند الناس اللي معاها فلوس كتير دي، ما تيجي نروح هنا كده ونطلع بأي مصلحة. بس الكابتن حسام قافش مش عايز يروح، نعمل ايه؟ اقول لك على حاجة، احنا نجيب فريق تاني كده ونسميه المنتخب به ونروح يا باشا ونطلع بأي مصلحة من البطولة دي. الموضوع مش هيعدي كده، احنا مش ناس هفا. من 4 سنين كده وفي ظروف مشابهة كان ماسك منتخب مصر مدرب اسمه كارلوس كيروش، وكان عنده نفس البطولة دي وفي نفس التوقيت تقريبا، كان برضو داخلين على كاس بس الراجل بخبرته استغل البطولة واعتبرها بطولة استعدادية للبطولة الرسمية اللي هو جاي متعاقد مع الاتحاد المصري عشانها، فقرر يشترك في البطولة بالفريق الأول، ولكن بقائمة ضخمة وكبيرة بتضم لعيبة من النوعية اللي أنا لسه قايلها دي، لعيب ناشئ واعد زائد لعيبة خبرة تشيلهم، يعني حاجة كده تبقى زي المخ والعضلات. وطلعنا بمنعم وإمام عاشور ومرموش مثلا، وزي ما اكتشف إن في لعيبة هتشيله اكتشف إن في لعيبة مش هتنفعه، فقرر يستبعدهم قبل ما يروح البطولة الرسمية، ما يبقوش تقل على الخبزة يعني. كان نفسي اختم كلامي بيا رب نتعلم، بس خلاص اللي ذاكر. وبطولة افريقيا البطولة الرسمية اصبحت هي حقل التجارب. احنا دلوقتي هنجرب في بطولة افريقيا مين هينفعنا وما ينفعناش لكاس العالم من حيث كل حاجة بقى، مدرب، لعيبة، جهاز كامل. بدل ما كنت هتجرب في البطولة العربية الناس دي تنفعك في البطولة الافريقية ولا لا انت دلوقتي هتجرب في البطولة الافريقية الناس دي ينفع تكمل بيها لكاس العالم ولا لا. هنشوف، خلاص بقى امر واقع، هنروح افريقيا ونشوف وربنا يستر.